السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بقناتي. حياكم الله جميعا، أتمنى أنكم تكونون بأفضل صحة وأحسن حال وأنتوا تشوفوا هذا الفيديو يا رب. بإذن الله فيديو اليوم راح أشارككم تغييري البسيط واللطيف واللي مرة حبيته، غرفة الغسيل. وفي البداية بشارككم المشتريات طبعا كلها من شيء، وراح أكتب لكم كل أرقام المنتجات تحت في صندوق الوصف في الفيديو. ويلا بسم الله نبدأ الفيديو. في البداية أخذت إضاءة، هذه الإضاءة كذا مرة جربتها يا بنات ومرة تجنن. تقريبا تجي ب3 درجات للإضاءة أو الألوان، وتنشحن عادي مثل الأجهزة. تجي معاها سلك شاحن، وانتوا تحطون فيها راس الشاحن وتشحنونها بين كل فترة وفترة. تقريبا طولها 50 سنتي، وفي أحجام ثانية، في 30 وفي 20، في 40 سنتي وبرضه في 60. وبعدها عندي علب الصابون. للأمانة مرة انصدمت، هي مو كبيرة مرة ولا صغيرة مرة، بس توقعتها أكبر من كذا. لكن جودتها مرة كويسة، وتجي معاها ملعقة لغرف الصابون، ومرة شكلها أنيق. وهنا عندي الرول، ثيم أو لصقة على شكل تنشير ملابس، ومرة طلعت في النهاية مرة رهيب شكلها ومرتبة. وأخذت ستارة لأن عندي باب غرفة الغسيل شلته عشان أقدر أدخل الغسالة وما أقدر أرجعه، فقلت خلاص أحط ستارة عشان يكون المكان أجمل وأرتب. وأخذت هذه العلب يا بنات مع أكواب للقياس، مرة يا بنات رهيبة وشكلها أنيق وعملية. بس للأسف إن الحجم الأكبر جاني مكسور من تحت، فحطيت فيه صابون حبيبات. أنا اللي فيها الأكواب القياسية كنت مخططة إني أحطها للصابون السائل وشامبو العبايات ومعطر الملابس، بس لما حطيتها شفته من تحت منتهي أكبر حجم، فاستبدلتها بالصابون الحبيبات، والاثنين الصغيرة حطيت فيها السائلة. أنا عندي مساحة غرفة الغسيل مرة صغيرة، يعني يا دوب آه الغسالة وجنبها حطيت العربة وعليها الأغراض، مرة يعني صغيرة، فما أقدر أحط فيها أشياء كثيرة وأضيق المكان بزيادة. فحاولت قد ما أقدر إنه يطلع مرتب وبدون زحمة. هنا عندي رف خشبي أخذته، والأفضل واللي مرة حبيته في هذا الرف يا بنات إنه ما يعني ما أحتاج تخريم للجدار أو البلاط، ألزق تلزيق للصقات اللي معاه وأعلقه فقط، راح تشوفهم بعدين. وأخذت هذه النبتة مرة رهيبة يا بنات، تقريبا كأنها نبتات إيكيا بالضبط. أنا عندي من زمان نبتات إيكيا نفس هذا الشكل، والآن أخذت هذه وأبدا ما فيها فرق نفسها. وأخذت مناشف تقريبا 5 حبات، لكني انصدمت بالجودة للأمانة يا بنات، مرة خفيفة. لفيتها بلفة معينة بعدين وتركتها كديكور. هنا شوفوا الرف، عندي لزقتين لزقها في الجدار. ضروري أنظف الجدار عشان تلزق مظبوط. بعدها عندي علاقات حديد أحطها في اللزقات وأحط الرف، ومرة يا بنات سهل وشكله أنيق جدا. بعدها ركبت الإضاءة وحطيت النبتة، والمناشف لفيتها رول، هي 5 قطع، فلفيت أول قطعتين يعني حبتين بشكل رول، والأخيرة الخامسة فوق لحال. هنا عندي ثيمة
نشر الملابس أو غسيل الملابس. ضروري يا بنات عشان يتلزق مرة مضبوط تنظفون المكان أول بالموية، بعدين تجففون المنطقة مرة كويس وتبدأون تلزقونها بشويش وتضغطون على كل المكان عشان ما يظل فقاعات ويكون ثابت أكثر وقت ممكن. والمكان عندي فيه شوية يحتاج تعديلات زيادة، في أماكن في الغرفة فيها تخريمات كثير يبغى لها تغطية، فمع الأيام الجاية كل ما أجدد فيها أكثر راح أشارككم. هنا بدأت أفرغ المنظفات في علب الغسيل اللي أخذتها. العلب اللي فيها ملعقة يا بنات حطيت فيها المنظفات البودر، والعلب اللي فيها أكواب قياسية حطيت فيها المنظفات السائلة، لكن عفوا علب المنظفات السائلة الكبير في البداية حطيت فيه المنظفات السائلة، بس للأسف اكتشفت إنه مكسور من تحت من أسفل، فاستبدلته وبدلت بينه وبين الحبيبات، حطيت فيه الصابون الحبيبات. بعدها أنا عندي عربة مطبخ أو عربة تنظيم من إيكيا، تقريبا لها 6 سنوات عندي ما شاء الله تبارك الله. مرة يا بنات ممتازة وتنفع لكل شي، تنفع تحطينها في الحمام للمنظفات، في غرفة الغسيل، في المطبخ، لأي مكان. بس أنا من فترة طويلة حاطتها في غرفة الغسيل. وهنا بعد ما ثبتت الثيم، ومرة يا بنات شكله كيوت ومرتب. وهذه الستارة أبدا ما تحتاج يا بنات لا تخريم ولا مجهود، انت تلزقينها في الحيط أو الجدار، المهم إنك تنظفين المكان مرة كويس وتثبتينها. ومرة ما شاء الله اللزق اللي فيها قوية وثابتة. وهذا الشكل النهائي البسيط لغرفة الغسيل. ومثل ما تشوفون المساحة مرة عندي ضيقة، لأنه في الأساس ما كانت غرفة غسيل، فأنا استبدلتها وحطيتها غرفة غسيل. هنا مدخل غرفة الغسيل، ومثل ما قلت لكم ثبتت الستارة بهذا الشكل. وهذه غرفة الغسيل. لحظة أشغل الإضاءة. هنا الثيم مع الرف الخشبي. طبعا هنا حطيت هذه الشجرة لأن عندي تخريمات فما أبغى أخرب الشكل، حطيتها بشكل مؤقت لحد ما أخذ زينة للتخريمات أو عدد التخريمات عشان تخفيها. هنا عندي علب المنظفات، وتحت حطيت المنظفات الزايدة. والعربة هذه أخذتها من إيكيا من زمان بس باقي متوفرة عندهم. وبس هذه تجهيزاتي اللطيفة لغرفة الغسيل أو تغييرات. المهم تعالوا نجهز حلا مرة سهل يا بنات ولذيذ، ما أعرف إيش أسميه بالضبط للأمانة، بسبوسة شتوية أو حلا شتوي. المهم إن الحلا مرة لذيذ وشوي سهل، مو مرة بس سهل ما في صعوبة. في البداية حطيت بيضة بحرارة المطبخ، ونص كوب زيت نباتي، ونص كوب عفوا ربع كوب زيت، وربع كوب سكر. وبعدها حطيت علبة قشطة أي نوع، والقشطة ضروري تكون مثل البيض بحرارة المطبخ، وملعقة كبيرة فانيلا. أنا دائما أستخدم في الحلويات الفانيلا السائلة والكيكات بشكل عام، مرة لذيذة وتفرق. بعدها أخلطها مرة كويس لحد ما حسيت إن السكر ذاب وتجانسوا كل المكونات. بعدها أنزل عليها كوب وربع حليب بودرة محموص على النار، وكوب سميد خشن. أضفت السميد، بعدها أضفت كوب موية دافي، كوب كامل.
الخليط لازم يكون شوي سائل، يعني يكون قوامه ثخين، لكن ينزل بسرعة، ما يكون زي قوام البسبوسة ثقيل. هو للأمانة أنا الحلا شفته في التيك توك وما عرفت هو بسبوسة، بس غالبا بسبوسة شتوية. أخيرا أضفت عليه ملعقة كبيرة بيكنج بودر، وفي صينية الفرن أدهنها بالزيت فقط. بعدها أنزل الخليط عليه وأدخله للفرن من أسفل على حرارة 180 درجة لحد ما يستوي تماما ويتحمر تحمير خفيف من فوق. لما يطلع من الفرن آه، أقول لكم بالخطوة اللي بعدها. هنا جهزت الطبقة الثانية 8 حبات جبن مثلث أو مربعات، وكوب كامل حليب محلى مكثف، وعلبة قشطة تعادل نصف كوب، وملعقة كبيرة فانيلا. خلطته مرة كويس في الخلاط لحد ما صار خليط ناعم. ولما تدخل ولما طلعت الصينية من الفرن سقيت الصينية بتقريبا كوب حليب مبخر، حليب الشاهي. إذا ما عندكم حليب مبخر حطوا حليب سائل. ضروري تشربون الكيكة أو البسبوسة بحليب، لكن أنا أفضل الحليب المبخر لأنه شوي أثقل من الحليب السائل، فلو عندكم الحليب المبخر أفضل وأفضل. بعدها تركتها تتشرب الحليب مرة مضبوط، ونزلت عليها الصوص الأبيض وأرجعها للفرن، والصينية تكون بعيدة عن الرف العلوي، لأن أشغل عليها من فوق على حرارة مرة خفيفة. تاخذ من 15 ل20 دقيقة عشان تتماسك فقط. أنا أخذت شوي لسعة خفيفة، مو مشكلة، لأني في الأخير راح أزينها أو أغطي الطبقة بطبقة كراميل. ممكن تسوون الكراميل في البيت. نص كوب سكر تذوبونه لحد ما يصير ذهبي فاتح، تنزلون عليه قطعة صغيرة زبدة وعلبة قشطة، وتحركونه مرة مضبوط، تضيفونها كطبقة أخيرة. بس أنا عندي كراميل جاهز فحطيته وحطيت وفي النهاية زينته ببيكان محمص ولما أضيف آخر طبقة أتركه من 2 ل3 ساعات في الثلاجة. ضروري يا بنات عشان يتماسك ويبرد، لأن للأمانة القطعة الأولى قطعتها وهي حارة فكل شي اختبص وذاب على بعض. فتركوها فتركوها تبرد براحتها، بعدها قطعوها واستمتعوا بألذ حلا. مرة مرة يا بنات طعمه لذيذ. وهي لحد هنا وصلت معاكم لنهاية فيديو اليوم. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا ولو بجزء بسيط من الفيديو، واستمتعتوا بالتغييرات البسيطة لغرفة الغسيل، وصفة الحلا اللذيذ. والحلا جربوه قولوا لي رأيكم لو عجبكم في الكومنتات تحت، وراح أحط لكم أرقام المنتجات وطريقة الحلا في صندوق الوصف. ولا تنسوني من الاشتراك والدعم وتفعيل زر الجرس ليوصلكم جديد كل قناتي. أشوفكم في الفيديوهات الجاية، في أمان الله.